الخطايا السبعة أو 7 أخطاء للنجوم راحلوا عن النادي الأهلي وندموا على قرارهم ده، لأنهم مش هيدخلوا النادي الأهلي تاني. اللاعب الأول هو عصام الحضري، اللي بقراره وهروبه لنادي سيون السويسري مش هيدخل النادي الأهلي تاني وندم على القرار ده. اللاعب رقم 2 هو حسام حسن، أسطورة النادي الأهلي، اللي رحل لتركيا وبعدها انتقل لنادي الزمالك وجاب بطولات لنادي الزمالك كتير، وبسببها عمره في حياته ما هيدخل النادي الأهلي تاني. اللاعب رقم 3 توأمه إبراهيم حسن، وهيبقى نفس مصير حسام حسن برضه. اللاعب رقم 4 أحمد فتحي، اللي جمهور النادي الأهلي لسه بيهتف له إن هو كان طماع جدا في كاريره وبرضه مش هيدخل النادي الأهلي تاني. اللاعب رقم 5 هو عبد الله السعيد، اللي بسبب صورة مع نادي الزمالك مش هيدخل النادي الأهلي مدى الحياة. اللاعب رقم 6 وكان انتقاله غريب جدا هو رمضان صبحي، اللي راح نادي بيراميدز عشان خاطر الطموح. وأخيرا السابع حسام